بكرهها غلطان. عمري ما كرهتها، عمري ما كان في دفع في الدنيا يخليني اعمل فيها اللي انت قلت عليا ده. حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد ظلمني وقال عليا كلمة زور. انتوا تعرفوني عشان تقولوا عليا كده؟ انا عارفة كل واحد قال عليا كلمة انا عارفاها، وان شاء الله ربنا يجيب لي حق منه. ان شاء الله ربنا هيجيب لي حق منه، والقانون هيجيب لي حق منه. شهد، ايه اللي سمعتيه؟ شهد، ايه اللي سمعتيه؟ سمعت انه انا قتلت فاطمه، وانه مامتها طلعت على النت وقالت ان اخر واحده فاطمه كانت معاها انا. لا، انا مش بسألك، هسألك في التفاصيل دي، لكن اللي عاوز اسأله لك، انت سمعتي ايه عن شهد؟ شهد اللي الدنيا كلها بتتكلم عليها بالظلم بقالها يومين، سمعتي ايه يا شهد؟ وايه اللي وجعك؟ اللي وجعني انه اشهدوا عليا اني قتلتها وانا ما قتلتهاش. انتوا شفتوني وانا بقتلها عشان تقولوا عليا كده؟ دي اكتر حاجه وجعتني، انكم اشهرتوني بالكذب. ليه عملت انا ايه؟ محمود بالنسبه لك ايه يا شهد؟ خالي وابويا واخويا الكبير اللي بيجيب لي كل اللي انا عايزاه مش اكتر، اللي بيحبني زي بنته، اللي عمره ما قال لي على حاجه لا، وعلى طول بيعرفني الصح من الغلط. ايه اللي حصل بقى يوم الواقعة؟ عاوزك تحكي لنا. طنط مامة فاطمة صحيت من النوم، دخلت الحمام. بعد كده انا صحيت من النوم. لو فاكرة الساعات قولي. تقريبا على الساعة 8، انا ما كانش معايا تليفون. فانا صحيت من النوم، دخلت الحمام وراها، قعدت على السرير، قالت لي تعالي اقعدي جنبي. رحت قعدت جنبها. قالت لي صباح الخير، وسلمنا على بعض عادي. صحيت بطة، بقول لها قومي يا بطة، بطة مرضتش تقوم. طنط خليل قالت لي صحيها، قلت لها سيبيها يمكن عايزة تنام. حسبي الله ونعم الوكيل في كل اللي ظلمني وكل اللي قال عليا كلمة زور. ان شاء الله ربنا يجيب لي حق منه، والقانون هيجيب لي حق منه. بعد ما قالت لي صحيها، قلت لها سيبها يمكن عايزه تنام. قالت لي لا صحيها. جيت اصحي بطه، صحيتها انا وطنط ام خليل، وقعدنا نهزر معاها. مينا جيت بتقول صباح الخير، قلنا لها صباح النور. اخدت حاجه من المطبخ ونزلت.